السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الكنافه بالقشطه، سهله وسريعه ولذيذه جدا. طبعا الكنافه دي رقم واحد في الحلويات في مصر، ويمكن كمان في الدول العربيه كلها. فتعالوا نشوف الطريقه النهارده هتبقى حلوه ازاي. طبعا الكنافه رقم واحد في رمضان في الدول العربيه. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب. تعالوا كده نبدأ بسم الله. اول حاجه هنعمل القشطه او المهلبيه بتاعه الحشو اللي بتتحط جوه الكنافه. هنجيب نص لتر من الحليب ونحطه في حله، وننزل عليه ب3 معالق كبار من النشا، ومعلقه صغيره جدا من الفانيليا، ونقلب ونقلب كتير في النشا في الحليب لحد ما يمتزج كله ببعضه. وبعدين نرفعها على النار. دي معلقه صغيره جدا من الفانيليا، ونقلب نخلطها كويس جدا عشان تمتزج وما تكلكعش لما تيجي تترفع على النار. كده قلبناها كويس لحد ما النشا امتزجت. اهي ولعنا عليها النار لحد ما النشا امتزجت في الحليب. طبعا احنا حطينا على النار، فمش هينفع نسيبها ونقف بعيد، لازم نقعد نقلب فيها علشان ما تكلكعش او تلزق في الحلة. زي ما انتوا شايفين المهلبية عندنا بقت بالشكل ده. خليط يبقى بالقوام وسايل شوية، ما يكونش جامد زي المهلبية لما بنيجي ناكلها يعني. بس كده خلاص، بنطفي عليها ونسيبها تبرد لحد ما نيجي نحطها في حشو الكنافة. عندنا هنا جبت في طاسة على النار، جبت مية وكوباية ونص مية، ونزلت عليهم كوباية من السكر نفس المعيار، وهقلب السكر لحد ما يدوب زي ما انتوا شايفين، ونسيبها تغلي. عندي هنا الشربات خلاص غلي، سيرب او شربات او عسل ايا كان بيتقال عليه ايه. ده اللي هنسقي بيه الكنافه، ونحط عليه عصره ليمون بعد ما السكر داب والميه غليت شويه. ننزل بعصره الليمون وبعدين نطفي عليه. هنا عندي جبت في طبق غويط الكنافه، عندي نص كيلو من الكنافه. بقعد اقطع فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما اخليها صغيره جدا وتكون ناعمه. ما سيبش فيها اي حتت مكلكعه او كبيره. لازم تتقطع كويس جدا.
لان لو حطيت في الحشو سكر وسقيت الكنافة بالعسل وحطيت فيها كمان سكر وانا بقلبها كده بالطريقة دي فهتبقى مسكرة جدا، مش هنقدر ناكلها من كتر ما هي فيها سكر. فكل ما كان السكر اقل كل ما كان احسن. قلبتها بالطريقة دي. عندي صينية بايركس، مسحتها كده بالزبدة زي ما انتوا شايفين. هنزل بالكنافة الطبقة الأولى. طبعا أي صينية تنفع، ممكن تتعمل كمان في ستانلس أو تيفال أو أي نوع من الصواني، وكمان يبقى أحسن علشان تعرفوا تقلبوها، لأني جربت أعملها قبل كده في البايركس اللي هو ده، وأقلبها علشان يبقى الجزء اللي فوق تحت واللي تحت فوق بيبقى شكله أحسن طبعا ومتساوي أكتر. بس الحقيقة اتهرت مني لأن البايركس ما بيلزقش فيه الحاجة يعني، ففشلت قوي معايا طريقة ان انا اقلبها من البايركس. فقررت خلاص اني ما اقلبهاش بعدين، وانا طبعا ما عنديش غير الصواني البايركس، فقلت اي حاجة يعني بنمشي حالنا بيها، مش لازم اروح اجيب صينية تيفال او اي نوع تاني عشان كنافة او كده. فبططها كده كويس بايدي علشان تبقى متساوية وشكلها حلو. فرقة عن بقية الصينية. ممكن نكتفي ان احنا نعملها بايدينا كده،
بس الأفضل إني أجيب الصينية التانية وأعمل فيها كده بس بالراحة جدا علشان القشطة متطلعش. الله طعمها جميل، ريحتها كانت جايبة جيران الجيران